كمدرسين بنتخانق عشان ناخد محمد في الفرقه بتاعتنا، وهو محمد ابو تريكه ما اتغيرش، لان طبعا هو ده طبعه، وهو طبعا متربي على ان هو عدم التكبر، لان محمد عمره ما كان بيتكبر على حد. وزي ما انت شايف دلوقتي بنقول الصفه بتاعته ان هو الخلوق، وان هو اللاعب الكبير بالنسبه في مصر. هو الموقف اللي حصل ان احنا كنا طبعا دايما بالنسبه للتربيه الرياضيه كان هو بيشارك معانا في جميع المباريات زي ما قلت لحضرتك. طبعا كان هو اصيب وكانت رجله اتكسرت، وهو طبعا كان في يوم اجازه وكان بيلعب في مركز شباب او مش فاكر او كان بيلعب فين، وجي طبعا رجله اتكسرت. وجاني اخوه الله يرحمه احمد، طبعا كان مهاره فائقه جدا عن محمد كمان، وجاني طبعا المدرسه وقال لي ان محمد اصيب ويا ريت حضرتك ما تلعبوش كوره، لان برغم الاصابه ورغم رجله اللي كانت مكسوره كان عايز يلعب ومصمم ان هو يلعب. فطبعا جه قال لي ما تلعبوش وكده، وفعلا استبعدته فتره، وكانت دي يمكن الفتره اللي هو فيها كان محمد يعني مش عايز يجي المدرسه بسبب ان هو ما بيلعبش كوره. محمد مثل لنا حاجات كتيره، ومحمد طبعا طول عمره نجم وهو صغير، حتى ما كان بيلعب في الترسانه كان نجم كبير، واحنا يعني توقعنا له ان هو هيبقى نجم كبير في النادي الاهلي لما اتنقل، والحمد لله ربنا وفقه، وهو طبعا نجم كبير واحنا بنحبه، البلد كلها بتحبه وبيحبوه كويس يعني. انا والاستاذ كابتن جمال سعيد طبعا كان احد المدربين بتوعه، وانا كنت مساعد معاه يعني. وطبعا كابتن محمد مثلنا حاجات كتير قوي. كابتن محمد انا اقول له الناهيه كلها بتحبك، وطبعا هو عارف ان الناهيه كلها بتحبه. كابتن محمد، المدرسه شكلها اتغير شويه؟ امال ايه، اتغير قوي. كانت زمان عامله ازاي؟ كانت زمان يعني نفس المساحه، بس في تغييرات حصلت، في مباني اتغيرت وفي برضه حاجات اتغيرت. بس انا المدرسه الابتدائيه دي فيها حاجات انا ليا اسرار فيها ورحلات وحاجات طب عايزين بعض الاسرار يا كابتن محمد. ضيعنا يا وديع. لا خد راحتك. لا، استاذ عصام وحيد ده كان اخويا احمد الله يرحمه صاحبه الانتيم. فانا كنت بشتغل في مصنع الطوب في فتره الاجازه، فرجلي اتكسرت، فقعدت فتره يعني بعد بدات الدراسه، وقعدت فتره كان هو دايما كنت الحمد لله ببقى معاه في فرقه المدرسه. فاخويا احمد راح له قال له فتره الاجازه ده عمل عمليه بقى ما تلعبوش كوره، وتبع الحاح والدتي وهو خايفين عليا فما يلعبش يعني فقال له ماشي خلاص ده وعد وبتاع. فاحنا عندنا دوره بره، فمش عارف المدرسه كانت تقريبا مدرسه السعديه، فكنا بنروح من ناحيه كلها جيزه. فبنروح نلعب بقى قطاعات وبتاع في مدارس، دوري مدارس. فالمهم قعدني بره، واخدني عشان ما يزعلنيش، واخدني بس مقعدني بره عشان يرهب بيك. لا مش يرهب عشان ما يبيناش قوي قال له طب خده بس ما تلعبوش وبتاع. يا استاذ عصام قال هنلعب بكذا وانت اقعد. انا طبعا قاعد فما ما بتكلمش. يا استاذ عصام اتغلبنا 1-0، خلاص الماتش هيخلص 1-0، فاضل حوالي بتاع 3-4 دقايق. فالاستاذ عصام قال تعالى عشان هتنزل. قلت له انزل خلاص الماتش خلص وهنطلع. فالمهم قال لي لا تعالى. فرحت لابس على طول بسرعه ورحت نازل. فكان فاضل دقيقه، انا لسه فاكر الجون ده ومش هنساه، لان دايما في حاجات وانت صغير ما بتنساهاش. فالمهم انا يا دوبك نزلت الملعب، فالكره باصت طويله، فانا بجري عليها الجون اهو، فبجري عليها وبعدين الولد الجون طالع، فرحت مرقصه كده، وكان خط الاوت او الجون خلاص فالكره اتطرفت شويه، فانا رحت موقفها بالشمال ورحت لعبها باليمين في الجون اللي هو الصغير عشان يبقى فيه تخيل للناس. الجوان بتاعت الاجوان بتاعت الكابتن خطيب دي اللي هي الخماس. ايوه فدخل في الضيقه لسه ولد صغير عنده مثلا 11 سنه 12 سنه،
فايه فالناس كلها اللي بره، فلقيت كله هو حتى هو نزل الملعب، ماتش خلص خلاص خلصنا الماتش وحضني وبتاع. فالمهم احنا لعبنا الماتش ده ضربات جزاء وبس خرجنا يعني. فساعتها كان موجه تربيه رياضيه، فقال لي تعالى، كان هو اللي قال لي تعالى، قال لي اسمك ايه؟ قلت له محمد. قال لي امال المدرس بتاعك ما كانش بيلاعبك ليه؟ قلت له اساله بقى. ما قلتوش ده خايف عليا؟ لا. فده ده موقف برضو ما انساهوش. موقف تاني كنت بلعب في مركز شباب ناهيه. مركز شباب برضو ليه اسرار فيه وحكايات فيه جميله جدا، ناس محترمين جدا. اتربيت يعني برضو، شفت الحب والعشره ومدى الناس اللي هي بتحبك. كان عندنا مدرب اسمه كابتن مؤنس زياده. ده كابتن مؤنس ده على طول كان اسامه وحسين، كان عندنا حاجه اسمها الفريق الاول، اسامه وحسين، وكنت انا لسه صغير، كنت عندي 16 17 سنه، فدايما ايه اطلع معاهم والعب معاهم دورات بره في القرى اللي جنبنا، المجادله وصفه اللبن وكمبيره ومناطق المحيطه بناهيه. فدايما امي تقول لي لا ما تخرجوش انتوا الثلاثه. انتوا الثلاثه؟ ما تخرجوش. خايفه عليكم؟ طيب. خايف. فيقول لك ايه نختار 2 يروحوا. فلا فايه فاسامه وحسين الكبار، فيقول لك لا احنا هنروح. فاروح انا ايه، يقول لي طب خد معاك شنطه اللبس واحنا هنسبقك وناخد اللبس وانت يعني انت مسؤول التغطيه. ايوه بالظبط. فاحنا ايه عاوزين نلعب فنروح. فكان عندي تمرين في الترسانه. كنت لسه في الناشئين، فلازم احضر التمرين، وعندهم هو نهائي الدور قبل النهائي في المعتمديه. فخدوني بموتوسيكل، خلصت التمرين عشان ما اغيبش عن التمرين، خدوني بموتوسيكل ورحت. كان فاضل حوالي بتاع 3-4 دقايق، كان خلاص الماتش هيخلص، كانوا مغلوبين 1-0 برضه. فالكرة اوت، هو الملعب خماسي، فانت الاوت يعني دايما في الدورات بتتلعب بالايد. فاسامه تقريبا او حد عمل لعب الاوت، فانا لسه نازل واستلفت كوتشي باتا حتى. فهوب ورحت حاططها، فواحد فكان فاضل دقيقه برضه السفر، ولعب ضربات جزاء وخرجنا. فدي مغامرات الواحد عمره ما هينساها، لان الناس دي علمتك وربتك، وبعدين في نفس الوقت بكن لهم كل احترام. بس انا يعني مستوقف عند يعني كلام الام، يعني يعني لما هي بتقول ما تروحوش كلكم مع بعض، هي يعني خايفه من الحسد عليكم. من الستات امي دي يعني من حاجه يمكن نقطه ضعف هي، يعني حتى في الحياه عموما. امي انا بحبها جدا جدا، لانها تعبت معايا، مش تعبت معايا بس، تعبت على اخواتي في كل الاوقات، وربتنا احسن تربيه هي وابويا. انما في نفس الوقت هي انت عارف الستات الطيبه دايما بتتصرف بطبيعتها من قلبها، فدايما الخوف على الولد او الابناء فده خوف طبيعي. والدتك يا كابتن محمد يمكن حجت معايا في نفس الرحله وكان انت ما كنتش موجود لنظر طبعا لمساله ان انت متواجد مع النادي الاهلي، لكن زوجتك كانت موجوده في الرحله. وقد ايه كانت والدتك يعني بتدعو لك في كل وقت، ودايما حريصه انها يعني انت واخواتك الحقيقه يعني فعلا. وزوجتك كانت ليها دور كبير جدا مع والدتك رغم انها حماتها، لكن موضوع الحما ده ما كانش موجود. لا طبعا حته البيت والاسره لا زوجتي برضه بتتعب معايا، زوجتي مستحملاني. انا على فكره شخص صعب جدا، صعب المراس زي ما بيقولوا. لا مش صعب، لا انما هي مستحملاني. لا وكل شويه تديني مصطلحات. انت عارف المصطلحات. عارف انا كويس، بس مش ينفع نقولها على الهوا. لكن هي دائما المرأة بتحب زوجها جدا، وبتحب انها توفر ليه الاجواء، وخاصه لما يبقى لعيب كوره ولاعيب كوره كبير دايما بتحاول تسعده، سواء تسعده مع اهله وخاصه والدته، وتسعده في بيته مع اولاده. يعني انا دايما هقول ان كل واحد بيبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق واحد وله النص الثاني بتاعه هيناسب شخصيته. يعني هيناسبه يعني ايه، يعني انت ليك سلبيات كذا فهيجي لك سلبيات كذا. دي ولاده سيف واحمد طبعا لابس 22 طبعا، 2 توأم ما شاء الله، ربنا يبارك له فيهم ويحفظهم. ده كنت في فيصل مش كده يا ابو تريكه؟ كنت في فيصل، كنت في شقتي كان لسه هم بقى عندهم قد ايه عمرهم؟ عندهم حوالي بتاع دخلوا على سنه.
سنه. وده في المستشفى كنت عامل؟ ده الاحمر احمر، ده احمد. ده احمد، وسيف الرمادي ده سيف. سيف ما شاء الله. فعلى فكره هم الحمد لله يعني. الصوره دي نرجع الصوره اللي فاتت، الصوره دي كانت فين يا محمد؟ دي كانت في مستشفى، كنت عامل عمليه غضروف، كانت في المستشفى 2006 كنت عامل العمليه. بس وجودك يا ابو تريكه طبعا مهم جدا في وسط اولادك، لان طبعا انت بتسافر كتير وبتتغرب كتير، فده دائما في وقت الاجازه والفراغ يعني اتصور ان انت بتدي وقت كبير جدا لزوجتك واولادك. راجل بيتي، انت عارفني راجل بيتي. بس في اوقات تانية طبعا لما عندك وقت بيسمح بكده بتروح في اماكن معينه في ناهيه، يعني غير بيت الاهل يعني، لكن طبعا في اماكن معينه ليها ذكريات عندك. احنا هنشوف التقرير ونشوف الاماكن دي وتعلق لنا عليها. ماشي. حاج عبد الباسط، بتعمل ايه الاول؟ انا بصب شاي. انا لما جيت البلد هنا عرفت ان ده المكان المفضل لمحمد ابو تريكه. قول لي بقى، انت اللي هتجيب الاسرار كلها، قول لي بقى ايه ابو تريكه بيحب يجي هنا ليه، وايه سر حبه في المكان ده؟ والله هو بيجي هنا بيبقى المكان هادي حضرتك، وبيجي يعني ايه ما بيبقاش فيه هيصه، والناس يعني ايه ما بيتلموا عليه هنا، يعني هم ايه بيعرفوا ان هو ايه اخوهم عمليه واحد والكلام ده. انا باجي مثلا من البيت اجي الاقيه قاعد هنا، يا كابتن محمد يقول لي بص، طب انا كنيستك القعده انضف، يقول لك انا دي الطبيعه، انا اتعودت على كده، وانا هو مبدئي ده كده، وما بحبش يعني ايه المنظره والحاجات دي. قول لي يعني ذكرياتك معاه ايه؟ تفتكر ايه احلى الذكريات اللي حصلت هنا في العشه دي وفي المكان ده، وايه الحاجات اللي ما تنساهاش ابدا حصلت مع تريكه؟ والله هقول لحضرتك على حاجه، كابتن محمد ابو تريكه راجل بسيط، ده اول هم. يجي مثلا هنا يقول احنا عايزين ناكل ايه؟ كبده، نعمل الكبده. عايز اكل بتنجان مشوي على النار هنا، نشوي بتنجان. يعني راجل بسيط في قمه ما تتصور. ليك مواقف معاه ما تنساهاش ابدا؟ مواقف فيها طرائف، مواقف جميله ما تنساهاش تفتكرها طول عمرك؟ هو احنا كنا بنلعب مع بعض في النادي، في مركز الشباب. يعني راجل يعني رياضي، ما عندوش، ما بيتخلقش، ما بيتعصبش، ما بيزعلش حد منه. راجل يعني ما كانش يحب يعني مثلا ما كان يلعب، كان راجل حريف، واحنا مش حريف قوي، ما كانش هذا اللعيب اللي قدام منه في الملعب. يعني راجل كان بيتقبل كل ايه الحاجات. المخبأ ده اللي هو بيحبه او المكان ده جاب فيه مين ومين من النجوم اللي جت هنا، ومين حضر معاه وقعد معاك وشفته وقعدتوا مع بعض؟ والله هو كان هيجيب كابتن وائل جمعه وما جاش. طب مين جه من النادي الاهلي؟ كان على ما اعتقد المهندس عبد القاهر. كنت موجود؟ كنا موجودين. وما بتقعدوا الجو بيبقى ماشي ازاي او الدنيا بتمشي ازاي؟ طبيعي، كأن مش محمد ابو تريكه ولا النجم بتاع النادي الاهلي ولا اي حاجه خالص، يعني ببساطه في قمه ما تتخيلوا. انت ما حسيتش ان هو اتغير من بعد ما راح النادي؟ لا لا لا. طيب عبد الباسط، انت النادي الاهلي كمان من ايام الترسانه؟ ايام الترسانه. عبد الباسط انت قريب له، وعلى فكره هو معانا في الاستوديو دلوقتي مع كابتن هادي خشبه، تحب توجه له رساله تقول له ايه؟ اقول له ربنا يوفقك، وانت يعني عايزين نشوفك برضك، يعني عشان ما شفتكش بقى لي اشهر بسيطه. مستنيه على الشاي؟ مستنيه ان شاء الله. هتعزمه على الشاي ان شاء الله. قول له تعالى كوبايه شاي. طبعا احنا برنامج كرة على الهادي لازم نروح عزبة عبد الهادي، وشفنا عبد الباسط بيتكلم على ابو تريكة، وان هو ده المخبأ بتاعه، يعني اللي يتزنق في ابو تريكة وهو قافل موبايلاته يروح عند عبد الباسط تحت الشجرة في المكان الهادي جدا، مكان البسيط جدا اللي هو مش عايز حتى يودي فيه نجوم اصدقائه
علشان محدش يعرف هو بيروح المكان ده ليه. يا ابو تريكه المكان ده ماذا يعني لك؟ ده انتوا كنتوا